حلوة بسيطة كتير سهلة تنعمل من الجلي. الجلي هو الجيلاتين المنكه، وأنا اليوم اخترت جلي بنكهة الفراولة أو التوت، يعني اخترت اللون الأحمر. شوفوا الطبقات السهلة اللي نقدر نعملها بالبيت بكل سهولة بمكونين 2 بس. شوفوا ما أحلاها، مميزة ولطيفة وكمان طيبة وسهلة التحضير. أنا بحاجة لمغلفين من الجلي. الجلي اللي استخدمته اليوم هو الجلي النباتي اللي بنضاف له كوبين مي مغلية. عندي هون المغلف الأول، أنا ضفت كوبين من المي المغلية ورح أضيف مكونات مغلف الجلي جواها، وأحرك كتير منيح لحد ما يدوب الجلي معاي تماما. استخدموا أي لون أو نكهة بتحبوها. الجلي عندي هون صار جاهز، رح أصبه بأي وعاء أو بايركس يكون واسع حتى ما تكون الطبقة معاي خميلة أو عريضة. رح أتركها لحد ما تبرد تماما، وبعدين رح أحطها بالتلاجة لحد ما تصير جامدة على الآخر، يعني ممكن تحتاج ساعتين. هاي الطبقة الأولى من الجلي وهيك صارت معاي جاهزة. هلأ طلعتها من التلاجة ورح أبدأ أقطعها بسكين حاد لمربعات صغيرة زي ما بتحبوا. ممكن نعمل ألوان متعددة من الجلي، يعني نعمل صينية حمراء، صينية خضراء مثلا، صينية صفراء، ونعمل فيها أشكال أو ألوان متعددة بنفس الكوب. قطعتها خطوط رفيعة بالطول، بعدين رح أخدها بالعرض حتى يطلع معاي الخليط على شكل مربعات صغيرة. بعدين بواسطة معلقة شوفوا كيف رح تطلع معي مربعات. هيك صارت الطبقة الأولى جاهزة. هلأ مباشرة بدنا نوزعها بالأكواب ونحضر كمان الطبقة التانية. استخدمت أكواب صغيرة لطيفة للتقديم بهذا الشكل، وببدأ أوزع تلتين الكوب من خليط الجلي اللي عملناه على شكل مربعات صغيرة بهالشكل. وهلأ بعد ما انتهيت رح أحضر النوع التاني من الجلي أو الطبقة التانية. عندي هون نص كوب من المي المغلية، حطيتها بوعاء ورح أضيف مغلف الجلي، وبحرك كتير منيح لحد ما يدوب معي الجلي تماما. وهون بيجي الإضافة التانية اللي رح تعطينا نكهة مميزة للخليط، اللي هو كوب واحد من اللبن الرايب أو الزبادي أو اليوغرت. تقدروا تستخدموا اللبن المنكه مثلا بالفراولة أو بالفانيلا كمان بصير. استخدموا نوع منيح من اللبن يكون جامد، ورح أبدأ أقلب كتير منيح اللبن مع الجلي. بالبداية رح يعمل شكل كتل صغيرة، ممكن نستخدم الخفاقة الكهربائية أو الخلاط لنحصل على خليط أنعم. مع التحريك المستمر رح تتجانس المكونات ويصير شكل الخليط كتير حلو. هاي رح تكون الطبقة التانية. لو حبيتوا تطلع معاكم أجمد بشوي بتضيفوا نص كوب من اللبن، مش كوب كامل. استمريت بالتقليب كتير منيح لحد ما صار الخليط معي متجانس وناعم وخالي من الكتل. وهيك الطبقة التانية صارت جاهزة إنه نصبها فوق الطبقة الأولى. مباشرة رح أبدأ أصب هاي الطبقة فوق الطبقة الأولى بالأكواب، وبعبي الكوب للآخر. بعد ما وزعت خليط اللبن مع الجيلي بحاول بمعلقة أفوت قطع الجيلي جوا خليط اللبن بهالشكل، لأنه بيكون كثيف صعب يفوت لحاله لجوا. وبرجع بصب الكاسات، بغطي خليط الجيلي تماما باللبن والجيلي بالشكل هذا الموضح بالفيديو. بكرر العملية مع كل الكاسات حتى أتأكد إنه الخليط فات جوا الكاسات وصل للقاعدة. وهيك بتصير الأكواب جاهزة عندي للتبريد. رح أبردها بالثلاجة مدة ساعة على الأقل قبل التقديم. ووقت التقديم منزينها بأي إشي منحبه، ممكن نستخدم كريمة مخفوقة، ممكن نستخدم قطع فواكه، أكيد زي ما منحب. رح تلاقوا الخليط جمد شوي أو صار كثيف شوي، ممكن زي ما حكينا نقلل من كمية اللبن حتى يصير الخليط معنا أجمد. زينتها بأوراق النعناع الأخضر الطازج وقدمتها مباشرة. شكلها مميز كتير ولطيفة، وكمان نكهتها منعشة وزاكية. جربوا هالوصفة المنعشة الطيبة، وصحتين وهنا.